يرجع للورينز. هايله ممتازه الكره هذه. الاختلالات الموجوده على مستوى الدفاع، طبعا التفاهم ناقص، الانسجام ناقص على مستوى دفاع المنتخب الجزائري. داميان داف مرفوعه بامتياز. صعبه الهدف، صعبه، والهدف الثاني لصالح روبيكين الذي يضيف الهدف الثاني، الهدف الثاني والأربعين لروبيكين مع المنتخب الهولندي في المباراة رقم 96. روبيكين مهاجم نادي سيلتيك غلاسكو يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب الهولندي. شوف الاختلالات الموجودة على مستوى خط دفاع المنتخب الجزائري، والمراوغة والتوزيعة من داميان داف على الجهة اليسرى، وفوزي شوشي لم يتمكن من هذه الكرة التي تمكن منها روبيكين، وأضاف هدفا ثانيا لصالح المنتخب الإيرلندي. هدفان لصفر بعد مرور 7 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة الدولية الودية التحضيرية للمنتخب الجزائري أمام إيرلندا. هذا هو القائد